نهاية مافيا الدقيق بقرار سياسي. ساعة الصفر دقت وحرب الرقابة الذكية بدأت. تفتكروا ممكن قرار سياسي ينهي عصر حيتان التلاعب بلقمة عيش المصريين للأبد؟ الصدمة القرار اتنفذ بالفعل. زلزال التموين في 2026 بيفرض الوصاية الإدارية على المخابز الكبرى. المراقب الرقمي نزل الساحة كبديل للثغرات البشرية، وتقارير مسربة من كواليس البورصة السلعية بتكشف عن تجفيف منابع الحيتان وتحويل المخابز المخالفة لوحدات إنتاجية تحت إشراف الدولة. القيادة السياسية حسمتها خلاص. أمن الرغيف جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لإعادة هيبة الدولة الميدانية. والآن هل تنجح هذه الوصايا الإدارية في إرغام الجميع على احترام لقمة عيش المصريين، أم أن الحيتان سيجدون ثغرات جديدة في جدار التكنولوجيا؟ شاركونا برأيكم في التعليقات، وعلشان تعرفوا الخبايا والمسكوت عنه ادخلوا على موقعنا ومنصتنا روبينا 25 tv.com. فضلا وليس أمرا سجلوا اشتراككم وإعجابكم لتوثيق حضوركم في منصة روبينا 25 tv.com.